السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. ان شاء الله هعلمكم ازاي تعملوا البصارة بتاعتنا، ودي اكلة شعبية جميلة محبوبة بكل بساطة. ازاي انا هعملها؟ بس يا دوبك هعمل طبقين بربع كيلو من الفول المدشوش، جايباه نقعاه حوالي 4 ساعات لغاية ما يتشرب ميته كويس وطري بقت كويسة. هجيبه كده في الحلة بتاعتي وانزل. طبعا الكمية انت اللي بتحدديها، عايزة نص عايزة كيلو، طبعا ايه احنا فاردين هنا ربع كيلو حلو يعمل لي طبقين كويسين. انزلها كده في حلة معقولة وانزل عليه بصلتين وسط كده وراس توم مقشرة، ادخلهم في بعض كده على النار زي تشويحة كده. هعمل ايه كمان؟ انا عندي حزمة شبت وبقدونس وكزبرة، جايباهم واخده ايه الورق مش العروش ومخرطاهم كويس. دلوقتي انا مش هنزل الخضره كلها، مقدار معين كده صغير معاهم، شبت على بقدونس على كزبره، مش كل الخضره، تعمل روح ونفس مع الحاجات دي. واجل بقيه الكميه لما تستوي وبضربها بالهاند بلندر علشان يبان فيها الخضار والفايده بتاعت الخضره دي. وهروح منزله عليها معيار حوالي نص لتر، الكوبايه دي نص لتر من الميه. هزود لها كمان شويه، هزود كمان شويه بتاع نص كوبايه كمان، واقلب. طبعا الخضره مع البصل والثوم والفول المدشوش المنقوع هينزلوا كمان ميتهم والسوائل اللي فيهم، وتستوي كويس جدا اول ما تغلي على نار هاديه. وبعد ما تستوي نيجي نتابع ونشوف هنعمل ايه. ابتدت تغلي كده، نزلت عليها مكعب ماجي ومعلقه ملح صغيره كده وسنه او ربع معلقه كمون، وهبتدي ايه اقلبها كده واسيبها تاخد السوا بتاعها كويس وغطي عليها. جبت طاسه فيها شويه زيت ونزلت فيها بصلايه مقطعه صغير كده، وهفضل احمر فيها لغايه ما تتحمر تبقى شكلها كويس. اخد منها جزء اللي هو يتحط للتزيين، والجزء التاني بالزيت بتاعه هضيفه على البصاره لما تستوي واضربها. ودلوقتي حبايبي اهو اتحمرت وشكلها جميل كده وردي. انا طبعا مش هسيبها اكتر من كده، هروح جايبه طبق واخد منها الجزء اللي هستخدمه في التزيين، وهقفل النار طبعا. ودلوقتي هسيب الجزء دوت في الزيت بتاعه، ودوت الطبق اللي خدت فيه اللي انا هزين بيه على وش الطبق، والحبه دول هضيفهم للبصاره بعد ما اضربها بالهاند بلندر. ودلوقتي يا حبايبي اهي استوت، شفتوا الفول اتهرس خالص مع مبقتش ظاهره خالص. طبعا انا لو كنت حطيت الخضره كلها من الاول شفت بتبقى غامقه ازاي، بتديك اللون الخضار الغامق الزيتي ده. فانا طبعا دلوقتي هضربها بالهاند بلندر ونعمها كويس. بسم الله. ودلوقتي انا ضربتها اهوت بالهاند بلندر. في التكايه الاخيره اللي انا قلت عليها ان انا هجيب شويه خضره اللي فاضلين علشان اديها اللون الاخضر الحلو يحتفظ بفايده الخضره ديت اللي هي المشكله شبت البقدونس وكزبره كده. وحطيت نصها في الاول ونصها ايه دلوقتي بعد ما استوت تضرب عشان تحتفظ بالخضار بتاعها. وهبتدي اضرب تاني وبعدين اوريها لكم. دلوقتي حبايبي انا ضربت الخضره بالهاند بلندر وخلصتها خالص. هعمل ايه بقى؟ فاضل حاجه، هجيب على في بطن ايدي كده شويه نعناع ناشف وايه افركهم بايدي كده، اخليها بودره كده وايه وانزلها، بتدي ريحه وطعم جميل. وفي ناس كمان بتضيف معلقه ملوخيه ناشفه، بس انا بصراحه ما بفضلش الاكل ده، امزجه اللي انت تحبيه اعمليه. وطبعا انا كنت ظابطه ملحها وكل حاجه. دلوقتي هنقلها على النار
ودلوقتي رجعتها تاني على النار، والبصله اللي انا كنت محمراها وسايبه جزء في الزيت هنزل الزيت مع البصله ديت، مش هنزل الزيت كله طبعا، مقدار مناسب، واقلب كويس. البصله مع الزيت طعمها جميل، بتخش في قلب البصاره تديها طعم لذيذ. هي كده خلاص، اول ما ابتدت تبقبق كده من الجناب خلاص هطفي عليها واغرفها. ودلوقتي حبايبي هجيب بقيه البصل اللي انا كنت شايلاه للتزيين، واحط شويه كده في النص وشويه كده على جنب الطبق يديله شكل جميل. وطبعا الاكله دي عايزه شويه بتنجان مخلل حلوين وعيش محمص، وفي منتهى الجمال وقيمه غذائيه عاليه. دمتم بصحه وعافيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والشير.